ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، وبرحب بيكم مرة تانية، وهنبدأ معاكم أولى فقراتنا هنتكلم فيها عن جهاز المناعة وإيه هي الأمراض اللي ممكن تصيب جهاز المناعة. وضيفنا دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك والسادة المشاهدين. وشرفتنا. أهلا بيك. دكتور خلينا في الأول نعرف إيه هو جهاز المناعة. جهاز المناعة هو الجهاز اللي بيخليني منيع ضد الأمراض، ضد ما يهدد حياتي داخليا وخارجيا. يعني معنى كده أنا في العمر ده ممكن ما يجينيش مثلا حصبة عشان عندي مناعة ضد الحصبة. طفل لسه مولود عنده 6 شهور ما يجيلوش مثلا اي التهابات مثلا زي النكاف مثلا، ما يجيلوش لان امه كان عندها نكاف سابقا وادت له مناعه ضد هذا الفيروس. عن 9 شهور مثلا ممكن تجيله عشان خلاص المناعه اختفت. يبقى جهاز المناعه هو المسؤول عن حمايتي بشكل عام ضد ما يهدد حياتي. حتى السرطان نفسه، السرطان نفسه بيجي عشان في خلل مناعي. انا بتولد عندي جينات في ممكن ان مثلا يكون عندي استعداد لسرطان ما، ولكن كل مثلا الجين يتولد مثلا في اسره ما عندهم مثلا سرطان القولون، يتولد في جين ثاني كابح له راكب عليه يمنع نشاط هذا الجين. لو الجين او الشفره الوراثيه دي اللي هي الكابحه اتدمرت بفعل العمر، بفعل اي تلوث، بفعل اي فيروسات، بفعل سوء تغذيه، ممكن اما تتدمر فعل ادويه، اما تتدمر ممكن الجين اللي هو بتاع السرطان ينشط. ينشط امتى؟ عن عمر سنه، سنتين، 4 سنين، 50 سنه. يبقى كلنا بيبقى عندنا تقريبا جينات كابحه للسرطان. دي واحد. الحاجه الثانيه مهم قوي ان احنا نعرف ان المناعه دلوقتي بقت داخله في كل الامراض. الحساسيه اللي بتخفش فيها جزء في المناعه، السرطان جزء مناعه، الامراض الكتير اللي بتجي للناس اي مرض حتى السكر نفسه بيبقى فيه مناعه. يبقى لازم نهتم باعاده ترميم الجهاز المناعي للمشاهدين دلوقتي. طب ازاي ممكن يعني الجهاز المناعي ممكن ان هو يضعف او ممكن ان هو يصاب بمرض؟ ازاي ممكن نقوي جهاز المناعه؟ اسباب كثيره للخلل في الجهاز المناعي. انا تخصصي دقيق حساسيات صعبه العلاج ونقص مناعه. يبقى الحته بتاعتي بقى اللي هتكلم فيها النهارده ان احنا المناعه بتاعتنا بتتغير. بتتغير ليه؟ لان الاولاد دلوقتي اصبحوا يختلفوا عن الاجداد. يعني مثلا لو قارنا المصريين من 3 4 قرون ودلوقتي هنلاقي الامراض اختلفت. في امراض جديده بتختلف يعني برافو عليك. برغم تطور التكنولوجيا وتطور الطب في مجالات مختلفه، في امراض جديده بتظهر دلوقتي على مجتمعنا. ظهرت ليه؟ التكنولوجيا ساهمت. يعني مثلا ما كانش في زمان اشعاعات كمبيوتر والكلام ده، المقطعيه والحاجات دي، في حاجات كتيره خلتنا نفهم الامراض الجديده اللي جت علينا. بس الامراض الجديده مش بس عندنا، في العالم كله، الكوكب كله دلوقتي اصبح يعاني من الاحتباس الحراري، ارتفاع درجه حراره الارض، والتلوث، وتغير الانماط الحياتيه. الانماط اللي مقصود بيها نمره 1 النمط الغذائي. النمط الغذائي للمصريين اصبح يختلف. 7% من وجباتنا اصبحت اغذيه خضراء او حاجات طازجه. احنا عايزين تبقى 70%. ادي واحد. الحاجه الثانيه الاغذيه الغربيه السريعه هجمت علينا. الدول اللي هجمت عليها الاغذيه الغربيه السريعه سواء في المانيا او اليابان اقتربت بنزاله معدلات الحساسيات، السرطانات، تصلب الشرايين، امراض القلب، السمنه، امراض كثيره جدا حتى في الخصوبه نفسها. فلاحظنا ان النمط الغذائي اما بيتغير بتاع الناس تبتدي بعد كده امراض تجي لهم. احنا بالنسبه لنا في الحساسيه في اغذيه كثيره جدا طبيعيه ممكن تعمل لنا حساسيه 40,000 نوع من الاغذيه اضافه للاغذيه الصناعيه والحاجات المجمده ومكسبات الطعم واللون والروح والمواد الحافظه، دول برضه بيعملوا حساسيات ودي جدد. والاطفال دلوقتي مثلا بياخد مصروف هيروح يشتري، عمره ما هيشتري موزه، عمره ما هيشتري جزره، عمره ما هيشتري طماطمايه، بيروح يشتري حاجه في كيس، حاجه في ازازه، حاجه في علبه. ولذلك اول حاجه عندي عشان انا معالج حد اقول له بطل كل ما هو معبأ او مكيس او مزجج، ماليش دعوه بيهم، اشطبه خالص من حياتك. وبتحسن فعلا كتير جدا. قبل ما تجيني يقول لك والله انا بطلت الماده اللي كنت بشربها انا فعلا اتحسنت. الحاجه الثانيه اما بلاقي وزنه زي يقول له نزل وزنك. تخفيض الوزن بس 5% يحسن الاعراض بتاعت الحساسيه على طول في اول اسبوع قبل ما اشتغل بالعلاج. الحاجه الثالثه ان انا بقول له بتنام كام ساعه؟ اغلبهم خاصه الاطفال ما بيناموش، والبعض حتى يعني بينام ساعات ملخبطه، الساعه مثلا المفروض عنده مدرسه الصبح ونام الساعه 8 بينام بس هو مش دريان ان هو الابن واخد معاه الايباد والبنت واخده الايفون وتحت البطانيه وتحت اللحاف وعمالين شغالين طول الليل ساعتين 3 الفجر شغالين على الشات والنت ومحدش دريان في الضلمه. يبقى ده برضه يعني دخلنا حاجه اسمها معدل التشيش. معدل التشيش مش معدل الشيشه، التشييش. معدل التشيش بنقصد به ما يقضيه الطفل حاليا امام الشاشه، التلفزيون، الموبايل، النت، اي حاجه فيها شاشه بيقعد عليها. القعده دي بتحرم الطفل من حاجه اسمها السلوك الحركي. السلوك الحركي هام جدا للمناعه. السلوك الحركي قبل 8 سنوات يؤدي الى زياده معدلات الحساسيات الضعف. الطفل اول 8 سنين المفروض يتنطط ويتعفط ويلعب. حرمانه من اللعب يؤثر على نمو الجهاز التنفسي، لان الجهاز التنفسي يكتمل عند عمر 8 سنوات. حرمانه من اللعب يؤدي الى
مشاكل كثيره جدا في نمو الرئه ونمو الشعب، وبالتالي السكون والحركه ضد المناعه بتاعتنا. عشان ضد تحركوا، الصحه بركه، الصحه مناعه، الصحه عنوان، الوقايه من الحساسيات. عشان كده بقول حتى اللي عنده حساسيه لازم يتحرك، العب اي حاجه، العب رياضه بس ما تلعبش بقى في التراب والكلام ده، مارس السباحه، مارس التجديف، اتحرك في البيت، ما تقعدش ساكن على طول. السكون ده خطر. الحركه تنشط الخلايا المناعيه، الحركه تزيد من كفاءه الخلايا المناعيه 3 اضعاف. يبقى شوف ازاي سهله جدا ان انا عن طريق سيطرتي على الغذاء والحركه وابعد عن البلبعه. وبقصد بالبلبعه كل ما يبلبعه الاجيال الجديده. ازاي بقى؟ بتلاقي الطفل مثلا عايز ينام يقول لك اديني النوم، عنده امتحان اديني منشط، عايز تعبان اديني حاجه منبهه، وهكذا. بتلاقي الناس كلها عماله تبلبع، اضافه بقى لحاجات ثانيه بقى، بلبع حاجات ثانيه طبعا. البلبعه دي كلها بتقلل المناعه، ودي دخلتنا في الحساسيات. اضافه كمان بيبلبعوا كمان ادويه، هم فاكرين الدواء هو اللي هيخليهم يخفوا، مش عارفين المناعه هي هتخليهم يخفوا. الادويه تاثيرها ايه على جهاز المناعه ده؟ في ادويه كثيره جدا احنا بنخاف منها، في ادويه كتير اوعى تكررها. حتى الدواء بتاعي انا ممكن يفيد مريض النهارده ويضره بعد بكره، يبقى مش هنكرر الدواء الا بامر الطبيب، مش هناخد الدواء الا بامر الطبيب. في سويسرا لسه الناس بعتين لي من سويسرا ما يقدروش يجيبوا قطره عيون، ممنوع يشتري اي دواء من الصيدليه الا بروشته. شوف ازاي بقى. يبقى الادويه دي سلاح ذو حدين، تكرار الدواء، تناول بعض الادويه، في قائمه كبيره جدا من الادويه بنديها للمرضى. في مريض عنده حساسيه للدواء ده، في مريض تاني بخاف من ادويه كثيره جدا موجوده في الاسواق هتدمر المناعه، هتؤدي حساسيات. اسبرين مثلا، الاسبرين ده ممكن يعمل حساسيه اطفال كثيره جدا، الاسبرين ده ممكن يضايق الشعب. الاسبرين ده لما باخده بيقلل من الخلايا المناعيه وكفاءتها، الاسبرين بيقلل من كميه فيتامين سي في الخلايا، الخلايا الاكوله، الخلايا المناعيه. انا بيجي لي ميكروب يطلع عليا خلايا تاكله، الخلايا السميه الخلايا المناعيه والخلايا الاكوله. الخلايا الاكوله دي فيتامين سي يقل فيها اما بس اخد اسبرين. شوف سهله ازاي. يبقى اخد حاجه ثانيه غير الاسبرين، وما اخدش اي مسكن عمال على بطال واي يعني حاجات طبيعيه. حتى المسكنات، حتى الحاجات البسيطه، الصداع، يعني دايما نلجا ان احنا حتى لو هناخد اي ادويه لازم تكون تحت اشراف دكتور وما نكررهاش باستمرار. لا وبعدين في حاجه ثانيه بسميها بادج الحياه لمرضى الحساسيه. بادج الحياه يعني كان من حوالي فتره كده كان في لندن في طفل اسمه صامويل لينتون. صامويل لينتون عنده 11 سنه، كان عنده حساسيه صدر، فراح المدرسه فقعد يكح، جات له ازمه، قعد يكح مش قادر يتنفس، قعد صدره يزيق ويسعل، فعمل ازعاج للطلبه والطلبه خافت منه عشان العدوى والكلام ده، ما هي حساسيه مش معديه. المدرس اللي واقف قال له اطلع بره، طلعه بره الفصل، وقف بره في الشرفه في الدور، وقف في الدور، جت المشرفه انت واقف ليه؟ انزل تحت، نزل تحت، كلموا ابوه تعالى خده، قعدوه في الفناء في الملعب. ابوه جه بعد حوالي 6 ساعات، ابوه نقله المستشفى مات في الطريق. فتعلمنا ان ممكن الجهل يقتل مرضى الحساسيه. الجهل، جهل مين؟ جهل الاداره بتاعت المدرسه، جهل المدرسين بتوع المدرسه. عملوا بحث على المدرسين، لو 2000 مدرس في بريطانيا 76% منهم هيكرروا نفس الغلطه مع غير صامويل لينتون. يبقى هنتعلم ان احنا كلنا محتاجين، الابهات واحنا الاطباء كلنا لازم نتعامل مع مريض الحساسيه بحذر. وعشان قلت بادج الحياه، بادج الحياه لازم على كل طفل احط بادج كده واكتب اسمه، الحساسيه بتاعته ايه؟ حساسيه ضد ايه؟ عنده حساسيه للفول السوداني ما ياكلش، بيروح الكانتين يقول الست دي واقفه في الكانتين ده عنده حساسيه للنوجه، اوعى تديله نوجه. اصحابه ما يشوفوا عنده حساسيه للفول السوداني يقول لك لا ده هيضرك، وهكذا. برضه لو هياخدها بالظبط، حتى لو هياخد ادويه معينه لازم يبلغ المدرسه او يبلغ المكان اللي هو فيه. طبعا لازم ياخد البخاخه دي، الدواء ده هو نسيت النهارده في المدرسه، بس ممكن انا ب 2 جنيه اجيب دواء بسيط من الصيدليه وانقذ حياه الطفل ده. مش استنى بقى الدكتور احتست ومش عارف وانا خلاص متربس ومخي مش قادر يفكر، اخد التليفون المكتوب اتصل بابوه